صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. يا صباح الفل عليكم حبايب قلبي اخواتي. النهارده هنعمل فطار كده بسيط مع بعض وفي نفس الوقت آه يعني تغيير شوية عن الجاهز يعني. تمام. جبت بطاطس هنا، كنت بوريكم البطاطس اللي فيها نقطة حمراء دي بتبقى بتاعة تحمير، دي درجة أولى. يعني هو بتاع التحمير، بطاطس التحمير بتبقى درجات. في فاتح وفي غامق، بس اللي هي فيها نقطة بني، نقطة حمرا دي بتبقى اسمها مش عارفة سبوندا تقريبا او حاجة كده يعني. فدي الصراحة احسن بطاطس تعملي منها بطاطس تحمير يعني وشيبسي. تمام. قلت اقشرها بقى كده معاكم على السريع. قشرتهم وخلصتهم، هغسلهم بقى وبعد كده هبتدي ان انا اقطعهم بقى صوابع رفيعة زي ما هما حابين. انتوا عارفين طبعا، اللي متابعني من اول ما بدأت اليوتيوب عارفين ان جزء عندي بيحب البطاطس تخينة شوية، وفي جزء بيحب البطاطس رفيعة شوية، فانا برضه جميع الاطراف وبعمل ده وده في نفس الاكلة عشان ما اعملش يعني كذا حاجة. تمام. هي نفس هي البطاطس، بس التقطيع بتبقى مختلفة شوية او تخينة شوية او رفيعة شوية، حسب ما انتي تحبي اعملي، او حسب ما البيت عندك يعني يحب اعملي. انا هنا بقى كنت بقطعها وبعد ما قطعتها انا كنت حاطه طبعا، وانا بقطعها كده كنت حاطه الزيت على البوتاجاز علشان يبقى سخن على طول، فانزل فيه البطاطس. الصراحه البطاطس الكبير والصغير بيحبها وبتبقى طعمها حلوه جدا مع اي اكل. ممكن تحط لها بقى اللي هي الدقه، الخلطه بتاعت اللي بتاعت اللهم صل على النبي بتاعت البتنجان، ممكن تحطها لها بتبقى تحفه. والبتنجان نفسه لما بيتحمر بيتحط له برضه الدقه دي، بيبقى حلو قوي قوي الصراحه. بس انا طبعا عشان الولاد وكده ما بيحبوش طبعا الدقه والحاجات دي، الدقه يعني لينا احنا، انا بحبها جدا، لكن الولاد طبعا لا، فانا بعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها. يعني اهم حاجه طبعا هم. بس انا كده خلصت البطاطس على طول وما خدتش اي وقت مني خالص، وهبتدي بقى ان انا احمرها. هنا بقى حسيت ان في واحده تخينه شويه، فانا قلت اقسمها كده اتنين يعني. تمام. زي ما قلت لكم كنت حاطه الزيت على البوتاجاز عشان يبقى سخن على طول. اول ما اخلص البطاطس احط عليه، البطاطس في الزيت. هنا اهو الزيت. طبعا هنا بوريكم ان هو سخن، لازم يبقى سخن، ينزل البطاطس تنزل في زيت سخن عشان ما تشربش زيت. لما بلاقي واحده لازقه في التانية كده بعملها بالبطاطسية اللي جنبها، يعني بسلكهم من بعض مش لاقيه الكلمه، بسلكهم من بعض عشان تبقى طالعه مش ملزقه في بعضها كده، وما شاء الله تطلع مقرمشه وحلوه. هنا بقى هسيبها على مهلها خالص، انا فردتها بس كده في الطاسه عشان يبقى جميع الاتجاهات سمك واحد، ففردتها كده في الطاسه وقلت بقى تستوي على مهلها. هنا كنت جايبه عجينه طعميه، وده نادرا لما بجيب عجينه طعميه، والله دايما بجيب الطعميه جاهزه مقليه على طول يعني. فانا قلت المره دي كانت عندي كمان في الفريزر، ما كنتش جايباها النهارده يعني، فطلعتها. هي عشان كانت في الفريزر لازم بضربها في الكب علشان بتبقى ماسكه في بعضها كده، ولو عملتيها هتبقى ناشفه، مش هتبقى هشه كده وحلوه. تمام. بحط لها كمان بيضه، البيضه دي بتخليها هشه وبتخلي طعم الطعميه روعه. جربيها بالبيض، الطعميه عليها بيضه يعني حاجه تانية خالص، طعمها بيبقى حلو قوي قوي الصراحه، تبقى خفيفه كده وهشه وطعمها في منتهى الجمال. بضربها بقى، فضربتها كده في الكبه، وبعد كده بحطها بقى في طبق اللي هو اللي انا هحط منه في الطاسه. تمام. انا بوريكم هنا اللي هي نعمت ازاي ولونها بقى افتحها عشان ضربتها في الكبه. هنا بشيل طبعا السلاح اول حاجه لان بيبقى حامي جدا، الكبه الصغيره ديت السلاح بتاعها حامي جدا جدا يعني. انا بعمل فيها التوابل كمان، بتطحنها يعني انعم من الرمل.
ناعمة جدا جدا، فالسلاح بتاعها حامي ما شاء الله. فاللي عنده الكبة دي يخلي باله منها، او اي كبة عامة اكيد السلاح هيبقى حامي جدا يعني. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. هنا بقى حطيتها في الطبق علشان اعرف اخد منه واحطه في الطاسة. وما بعرفش اعمل الطعمية ابدا على ايديا يعني. يعني اللي هو بشوف مثلا ناس بتحط الطعمية في ايديها، او الراجل بتاع الطعمية بيحط الطعمية في ايديه كده ويقلبها يعني من الايد دي للايد دي، ويقوم حاططها في الطاسة. انا ما بعرفش خالص، بتلزق مني وبتبقاش طعمية الصراحة. فانا بعملها بالمعلقة، يعني زي ما انتوا هتشوفوها معايا كده دلوقتي. انا بس هطلع البطاطس خلاص كده، كانت استوت. على ما عملت بقى الطعمية وسبتها شوية هي خلاص كانت استوت. انا بحب اعمل حاجة ورا حاجة على طول، ما استنيش حاجة، يعني بختصر في الوقت بس شوية. إيه، هنا طبعا عشان هما كانوا عايزينها مقرمشة شوية، فقلت استنى عليها شوية تاخد بس سنة كده قرمشة، وبعد كده اشيلها على طول. هنا خلاص كده بقى هشيلها. احاول بقى بقدر الامكان ان انا اصفيها من الزيت كويس جدا. وجبت الطبق وحطيت فيه كل البطاطس معايا، خدتش اي وقت خالص، وكان فطار جميل وخفيف. أه، حبيت ان انا بقى اعمله معاكم. ان شاء الله يعجبكم يا رب، ان شاء الله زي ما عجبنا يعني. هو صراحة كان عجبني جدا. بس بقى عندي الولاد ما بياكلوش اي نوع جبن، ما بياكلوش جرجير، ما بياكلوش الحاجات دي مع الاكل يعني. فما بعرفش اجيبها الصراحة، او اوقات بجيبها بيكون يعني ليا، لكن هما ما لهمش في الحاجات دي خالص. بص الطعمية بقى انا بعملها ازاي، ما بعرفش اعملها على ايدي خالص. انا بعملها كده بالمعلقة. انا بتك عليها كده بالمعلقة لما احطها في الطاسة علشان تبقى رفيعة شوية، ما تبقاش كلها عجينة من جوه، فاهميني؟ بتبقى الصراحة هشة وطعمها في منتهى الجمال. دول بقى اتبقوا شوية، العجينة دول اتبقوا انا هشيلهم. كمان شوية بقى مثلا الولاد بيجوعوا، يكون انا مثلا ما عملتش الاكل، اكون اتاخرت شويه في الاكل، فبديهم تصبيره. يعني اي حاجه بقى هما بيحبوها انا بديها لهم تصبيره، طبعا بعيدا عن الجبن والحاجات دي. هما بياكلوش اي نوع جبن خالص نهائي. مش عارفه حد زي ولادي ولا ايه، بس انا عندي صحاب ولادي معظمهم كده برضو. اهاليهم بيقولوا لي ان هما ما بيحبوش برضو الجبن ولا الحاجات دي خالص. بتبقى حيره جدا طبعا في المدارس بقى والحاجات دي. ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب. هنا خلاص طلعت الطعميه. كان عندي بقى بطاطس من امبارح كنت سلقاها ومحمراها، فقلت كانوا باقيين شويه دول، قلت هحمرهم يعني هسخنهم تاني وياخدوا لون اغمق كده شويه، وبعدين اطلعهم يتاكلوا. اي حاجه بتتاكل، مفيش اي حاجه عندي بتترمي، الحمد لله رب العالمين. ربنا يديمها علينا نعمه يا بنات، وحاولوا على قد ما تقدروا بجد تحافظوا على النعمه عشان ربنا يديمها. لان فعلا اللي يعني بيكون عنده إسراف في النعمة، والله ربنا بيزيلها منه، وانت هتحسوها يعني. فربنا يا رب يجعلنا دايما مش من المسرفين أبدا. فكده خلاص بتبقى طعمها حلو قوي برضو البطاطس اللي هي المسلوقة ديت ومتحمرة، بقطعها مكعبات كده وبحمرها، بتبقى طعمها حلوة جدا. دي بقى الطاسة كنت هعمل فيها البيض، حطيتها كده على النار، شلت طبعا البطاطس خلاص. دي معلقة سمنة بلدي بقى قلت احطها عشان اعمل فيها البيض. بس يلا ماما انت عملتي طعميه من مين؟ ودي كانت في الفريزر عملنا البيض بالسمنة البلدي طبعا مختلف نهائي عن الزيت والسمنة العادية. السمنة العادية والله في ناس بتعمل بيها عادي جدا، بس البلدي بتبقى مختلفة خالص في البيض بالاخص. يعني انا يعني مقتنعة 1000000% البيض بالاخص يعني سمنة بلدي. الله يرحمها يا رب ويوسع عليها ويجعلها من اهل الجنة. جدتي ما كانتش عمرها تدخل السمنة النباتين دي بيتها، كانت تقولك ده اكل عيانين. يعني هي دايما كانت تجيب الحاجة البلدي، الفراخ البلدي، السمنة البلدي او الزبدة البلدي، اي حاجة كانت تطبخ اكلها كله بالسمنة البلدي. والصراحة انا خدت منها السمنة البلدي دي بالبيض، كانت صبح
يعني كان تسلم ايديها مليون مرة، الله يرحمها يا رب ويجعلها من اهل الجنة، اللهم امين. فدي انا خدتها من جدتي الصراحة، ان سمنة بلدي يعني بيض، او بيض يعني سمنة بلدي. البيض بالاخص طعم مختلف نهائي والله. بيعدي شريط كده قدامي، كانت تصحيني الصبح، كانت تسيبني نايمة لحد الظهر، وهي يا حبيبة قلبي ما كانتش تفطر لحد ما انا اصحى، يعني كانت تستناني، فتيجي تصحيني وتقول لي يعني قومي بس افطري ونامي تاني. انا طبعا كنت كنت يعني دلوعة شوية. ف الله يرحمها يا رب، الله يرحمها، كانت تقعد تستناني والله. بس دلوقتي طبعا اتحملنا مسؤولية وخلاص، يعني فتحنا بقى بيوت وتحملنا مسؤولية الحمد لله رب العالمين. كانت تصحيني واقوم عشان افطر معاها، كان احلى فطار في الدنيا والله، ما فطرتش بعد بصراحة. الله يرحمها ويحسن اليها، جعلها من اهل الجنة، اللهم امين يا رب، هي وجدي. هنا كنت جايبه عيش بلدي طازه، فحطيته معاها، بتبقى حلوه جدا مع الاكله دي. يا سلام بقى مع سندوتش الطعميه مع البتنجان المخلل، روعه.